طبعًا ملاحظين الفترة دي إن البلوجرز ما شاء الله قاعدين بيعلّوا على بعض في تجهيزات رمضان وديكورات رمضان ما شاء الله، ودي طبعًا حرية شخصية وهُم حرين. بس أنا عايزة أقول لِك حاجة، أنتِ قبل ما تقارني حياتِك بيهم وتروحي تنكدي على جوزِك اللي مرتبه يا دوبك مكفيكم كده للشهر، عايزة أقول لِك حاجة مهمة أوي. اللي هُم بيعملوه ده والفيديوهات اللي هُم بيعملوها دي، ده جزء كبير جدًا من شغلهم. ده أصلًا شغل ليهم. ركّزي كده مع كل الفيديوهات اللي هُم بينزّلوها والديكورات اللي هُم بيجيبوها tag للpage أو للstore اللي هُم جايبين منه الحاجات. فدي يا جماعة بتبقى collaborations، بتبقى تعاون كده ما بين البلوجرز والbrands معيّنة للحاجات دي، وبياخدوا الديكورات دي وفوقها كمان بياخدوا فلوس. أنتم فاهمين؟ عشان خاطر إنهم بيعملوا فيديو وبيعملوا دعاية للstores والمحلات دي. فأنتِ استهدي بالله عشان إحنا داخلين لسه على حاجات تقيلة أوي، لسه في عيد ولسه فيه رمضان طول شهر رمضان، ولسه فيه العيد الصغير العيد الفطر. فبالراحة كده على الراجل علشان ما يطفش مننا، تمام؟ وبس.